الحاجات اللي هنتكلم فيها النهارده في العربيه الاوتوماتيك، وهي ان انت لو عندك اي عربيه اوتوماتيك في الدنيا، الحاجات دي واحده ما بتختلفش خالص. يعني واحد يقول لي انا معايا عربيه هيونداي، او انا معايا عربيه كيا، او انا معايا عربيه فيات، او انا معايا عربيه ايا كان نوعها، هعمل نفس الحاجات؟ هتعمل نفس الحاجات. مفيش اختلاف خالص في الموضوع. كل الاختلاف بس بين اي عربيه وعربيه بيبقى في السنس بتاعها، بيبقى في احساسها. فانت بالنسبه لك اللي انا هقوله لك النهارده، لما تيجي تركب عربيتك هتجربه هتعمله، هتلاقي الموضوع سلس جدا، وهتلاقي الدنيا ماشيه معاك بشكل كويس جدا ان شاء الله. نيجي بقى نخش في الشغل العملي عشان ما اطولش عليكم في الكلام، ويلا بينا نبتدي نشوف ايه اول حاجه هنتعلمها النهارده، وهي البدلات بتاعه العربيه. مبدئيا كده البدلات بتاعه العربيه بالنسبه للعربيات الاوتوماتيك دايما بيبقى عندي بدلات بس فيها، عكس العربيات المانوال. وهنبقى نعمل كورس تاني للعربيات المانوال، بحيث برضو المهتمين بيه يقدروا ان هم يتعلموا يسوقوا عربيتهم. بالنسبه للاوتوماتيك، او خلينا في اللي احنا فيه النهارده في العربيات الاوتوماتيك، بيبقى عندي بدالين بس، واحد ناحيه اليمين وواحد ناحيه الشمال. دايما البدال اللي ناحيه اليمين ده بيبقى ارفع من البدال اللي ناحيه الشمال. دايما البدال اللي ناحيه الشمال بيبقى عريض شويه، وهقول لكم ليه دلوقتي. فنيجي بقى في البدال اللي ناحيه اليمين دوت، بدال البنزين. بدال البنزين من اسمه كده بنزين، يعني بيعمل ايه في العربيه؟ بيحرك العربيه؟ لا. بدال البنزين ما بيحركش العربيه، وملوش اي دور ان هو يحرك او يمشي العربيه. دواسه البنزين كل دورها في العربيه ان هي بتزود سرعه العربيه بس، مش اكتر من كده. بمعنى ان انت لو ماشي اوريدي اصلا بالعربيه وشايف ان سرعتك ابطا من سرعه الطريق اللي انت ماشي فيه، فانت هنا محتاج تزود السرعه شويه. طب انا ازود السرعه منين؟ هزودها من دواسه البنزين. هبتدي ان انا احط رجلي عليها زي ما هوريكم، وابتدي ادوس سنه صغيره، سنه بسيطه جدا. وبمجرد ما بلاقي ان سرعه العربيه زادت، لو شفت ان سرعتي مناسبه للمكان اللي انا فيه، افضل حاطط رجلي عليها. لو شايف ان سرعتي مش مناسبه للمكان اللي انا فيه، ابتدي ان انا اخف رجلي من عليها شويه. يبقى انا هنا كل ما هدوس اكتر على دواسه البنزين، كل ما السرعه تبدا ان هي تزيد معايا اكتر واكتر اكتر واكتر. والسرعه في العربيات الاوتوماتيك بتبقى انليميتد، يعني ملهاش حد معين زي العربيات المانوال. كل ما هتدوس اكتر، كل ما سرعه العربيه هتزيد معاك. نيجي بقى للدواسه الثانيه، وهي الدواسه ناحيه الشمال. دواسه ناحيه الشمال او الدواسه العريضه في العربيات الاوتوماتيك بتبقى دواسه الفرامل. ببدا ان انا ادوس عليها من اسمها كده، الفرامل اللي هي بتفرمل او بتوقف او بتهدي العربيه. فطبعا انا ماشي بالعربيه ولقيت اي موقف حصل قدامي فمحتاج ان انا اقلل سرعه العربيه، فهنا اقدر ان انا ادوس على دواسه الفرامل بالراحه جدا، بحيث ان انا ما اتهبطش او ما اقفش مره واحده بالعربيه بتاعتي. يبقى انا لو عايز اوقف العربيه بحط رجلي الاول على دواسه الفرامل وابتدي ادوس سنه صغيره. طيب هل العربيه بتقف؟ العربيه بتقف، يبقى الدوسه اللي انا دايس عليها ديت كويسه جدا. طب العربيه ما بتقفش، العربيه بتجري برده لسه زي ما هي. هنا ابتدي ان انا ازود سنه الفرامل اكتر واكتر واكتر، لغايه ما اوصل للليميت اللي انا محتاجه، او لغايه ما اوصل للدوسه اللي انا محتاجها بالظبط. بس مش عايزك تيجي من البدايه واقول لك يلا ندوس فرامل، ابص الاقيك تقوم جاي دايس على الفرامل للاخر، لان هنا العربيه هتهبط بيك مره واحده. ان الدواسه ناحيه اليمين دي دواسه البنزين، والدواسه اللي ناحيه الشمال دي دواسه الفرامل. يبقى انا هحط مثلا رجليا اليمين على دواسه البنزين اللي هي ناحيه اليمين، واحط رجليا الشمال على دواسه الفرامل اللي هي ناحيه الشمال؟ لا طبعا. ليه لا بقى؟ عشان انا عندي في العربيات الاوتوماتيك هي رجل واحده اللي بتستخدم الاثنين، هي رجل واحده اللي بتستخدم البنزين وفي نفس الوقت بتستخدم الفرامل. طب ليه ما ادوسش برجليا الاثنين؟ طب ما انا كده كده عندي رجلين وهم دواستين، يعني ايه اللي يخليني ما استخدمش؟ اقول لك انا اول حاجه، ان انت لو حاولت ان انت تستخدم رجلك اليمين ورجلك الشمال، فانت هنا هتتلخبط ما بينهم. عقلك هيتلخبط ان هو يدي دي الاوردر ان هي تدوس، او يدي دي الاوردر ان هي تدوس، وممكن تلاقي ان انت تحط في موقف مفاجئ ورجليك الاتنين داسوا مره واحده. دي نقطه. تاني نقطه، دايما رجلنا اليمين بيبقى فيها سنس اعلى بكتير جدا من رجلك الشمال. وزي ما انا قلت لك دلوقتي، الدواسات مش محتاجه قوه نهائي، دي حساسه لدرجه انت ما تتخيلهاش. فانا محتاج ان انا اتعامل معاهم بسنس عالي جدا. طيب السنس بتاعي ده هيجي منين؟ هيجي طبعا من رجلي اليمين اللي هي اوريدي اصلا حساسه وفيها سنس عالي. فيبقى انا لما اجي ادوس عليهم هدوس برجلي اليمين. يبقى انا رجلي الشمال في العربيات الاوتوماتيك ملهاش اي دور خالص، ولا ليها اي وظيفه خالص. ممكن تركنها جنب الباب، ممكن تتنيها تحتك، ممكن تعمل بيها اي حاجه الا ان انت تدوس بيها على البدالات خالص. نيجي بقى لنقطه فنيه، ودي بالنسبه لي اهم حاجه في موضوع البدالات، وهي ايه بقى؟ وهي ان انا دلوقتي لما اجي احط رجلي على البنزين او على الفرامل، مش عايزك تحط رجلك على البنزين
ويجي مثلا اي موقف مفاجئ يحصل قدامك، فتقوم جاي شايل رجلك كلها كده من على البنزين وتقوم جاي رايح حاططها على الفرامل مره واحده. فرفعه رجلك الجامده ونزولها على البدال هيخلي ان العربيه تقف بقوه جدا في الشارع، وده هيخلي الناس اللي وراك ممكن ما تلحقش ان هي تقف ويحصل لك مشكله. فعشان كده انا عايز دايما رجلك تبقى ما بينهم هما الاتنين، كعب رجلك في النص وانت بتحرك مشط رجلك كانه رقم 7 ما بين البنزين وما بين الفرامل، عشان وكعب رجلك على الارض، فرجلك هنا هيبقى فيها سنس، زائد ان رجلك هتبقى سريعه جدا على البدلات. يعني انا ادوس مثلا على البنزين كده وارجع اشيل رجلي واروح احطها على الفرامل كده، بص انا باخد وقت قد ايه. ولا ان انا اثبت كعب رجلي اوريدي اصلا في النص وابتدي ان انا احرك مشط رجلي كده، فاكيد هبقى اسرع بكتير جدا. زائد ان رجلي هيبقى فيها السنس او الاحساس اللي كنا لسه بنقول عليه دلوقتي. فعشان كده مش عايزك تشيل رجلك من على الفرامل وتهبدها على البنزين او العكس، لا انا عايز دايما كعب رجلك ثابت في الارض وبتحرك مشط رجلك ما بينهم هما الاثنين. نيجي بقى لتاني نقطة فنية عندي برضو في العربية، ودي اهم من النقطة الاولى. ليه بقى؟ لان دي بسببها ممكن لا قدر الله يحصل مشكلة كبيرة جدا في الشارع، وهي ان انا عايزك طول ما انت ماشي بالعربية بتاعتك ومش بتدوس على البنزين، دايما رجلك مسنودة على فرامل، دايما رجلك محطوطة على الفرامل، بحيث ان لو حصل اي موقف مفاجئ تلحق ان انت تدوس بسرعة. مش بس كده، في ناس كتير بتبقى وهي ماشيه بالعربيه حاطه رجلها على البنزين وهي مش عايزاه، ما بتدوسش عليه، بس بمجرد ان هي سرحانه وحاطط رجله على البنزين، فلما يجي موقف مفاجئ معاه بدل ما يروح يدوس على الفرامل، لا ده هنا بيدوس بنزين اكتر فبيزود السرعه اكتر، فالمشكله تزيد معاه اكتر واكتر. فانا عايزك دايما طول ما انت ماشي بالعربيه رجلك محطوطه على الفرامل مش محطوطه على البنزين نهائي. طول ما انت ماشي باستمرار ما تحطش رجلك على البنزين الا لو هتدوس عليه. طول ما انت هتدوس عليه تمام، ما عندناش اي مشكله. مش هتدوس عليه يبقى خلي رجلك موجوده على الفرامل عشان لما تحتاجها تلاقيها. بالشكل ده نكون وصلنا لنهايه الحلقه رقم 1 عندنا، وهي اللي خدنا فيها البدالات بس، وعرفنا الفرق بين البدال بتاع البنزين والبدال بتاع الفرامل. فلو حاجه مش فاهمينها في الموضوع ده ابعتوا لنا في الكومنتات، وما تنسوش طبعا تعملوا اشتراك في القناه عشان تتابعوا باقي الفيديوهات اللي هتنزل كل يوم خلال شهر رمضان. السلام عليكم.